السلام عليكم ورحمة الله. أمير توفيق يضع اللمسات الأخيرة على صفقة جوستافو سوزا المهاجم البرازيلي المميز الذي تمسك كولر بضمه للإعلان عن ضم اللاعب بشكل رسمي خلال الساعات القادمة. إمام عاشور يخضع لجلسة تصوير بالنادي الأهلي بعد اجتيازه الكشف الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي عن ضمه. الأهلي يتلقى أكثر من عرض من شركات تسويق لإقامة معسكر خارجي في أوروبا وخوض بعض المباريات الودية هناك استعدادا للموسم الجديد. مارسيل كولر يطالب الأهلي بضرورة حسم كل الصفقات التي طلب التعاقد معها قبل نهاية شهر يوليو الجاري حتى يتواجد الجميع في معسكر الإعداد للموسم الجديد. الأهلي يضع الرشوط الأخيرة في صفقة محمد رضا بوبو مع فيوتشر خلال أيام. مارسيل كولر يحقق أعظم انطلاقة في تاريخ كل المدربين الذين قادوا الفرق المصرية بعدما فاز الأحمر بخمس ألقاب في 5 شهور فقط. الأهلي يفتقد خدمات ياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم في مباراة المقاولون العرب بسبب تلقيهم الإنذار الثالث في القمة. رجل الأعمال نجيب ساويرس يتغنى بحسين الشحات على تويتر ويصفه بالبطل بعد مستواه الرائع في القمة. الأهلي يؤكد تلقيه عرض رسمي من الدوري التركي لشراء الموسم المتبقي في عقد محمد شريف مقابل 1,200,000 دولار، وإن الأمر سيعرض على كولر للبث فيه. مارسيل كولر يؤكد لمحمد عبد المنعم أن الأمور الصغيرة التي يفعلها والثقة الزائدة والغرور التي يلعب به لن ينفعه، وإنه لو لم ينضبط سيتخذ ضده قرارات لن تعجبه ولن يسمح بتكرار ما حدث في مباراة القمة مجددا. بسبب عدم تمسك اللاعب بالانضمام للفريق، الأهلي يفكر جديا في التراجع عن ضم مصطفى فتحي ويمهل اللاعب 24 ساعة فقط لتحديد موقفه النهائي. مسؤولي النادي الأهلي يوجهون اللوم الشديد لسامي قمصان بعد خروجه بتصريحات تلفزيونية للتأكيد على ضم إمام عاشور للأهلي رغم عدم إعلان الأمر بشكل رسمي والمدرب العام يعتذر. الأهلي يدرس جديا توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمد عبد المنعم بسبب ما بدر من اللاعب في مباراة القمة ودخوله في مشادة مع محمد هاني. والد أحمد سيد زيزو ينفي وجود أي مفاوضات بين نجل والأهلي ويؤكد أن عقده مع الزمالك مستمر حتى 2025. سيد عبد الحفيظ يرفض صرف مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد القمة بعد الفوز ب4 أهداف فقط وعدم استغلال الحالة التي يعيشها الزمالك وتحقيق فوز تاريخي. خوان كارلوس أوسيري يوبخ لاعبي الزمالك بعد الخسارة الرباعية أمام الأهلي، ومسؤولي النادي يدرسون توقيع عقوبة مالية عليهم. المقاولون العرب يعلن بدء اختبارات الأنسات في النادي يوم الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع لتكوين فريق كرة قدم نسائي. المصري يرفض بشكل قاطع فكرة انتقال إلياس الجلاصي للأندية الخليجية والزمالك أو بيراميدز. بنفيكا البرتغالي ينضم لقائمة الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع إبراهيم عادل. الكابتن محمود الخطيب يعزي مروان عطية هاتفيا بسبب صعوبة سفره إلى كفر الدوار. مارسيل كولر يعيد رامي ربيعة لقيادة دفاع الأهلي في مواجهة المقاولون العرب بعد إيقاف ياسر إبراهيم وعبد المنعم، ويدرس الاعتماد على مدافع شاب بسبب الدفع بخالد عبد الفتاح في الجبهة اليمنى بدلا من هاني. لاعبي الأهلي يتوجهون إلى كفر الدوار لتقديم واجب العزاء لمروان عطية بعد وفاة والده. مصدر بالأهلي مروان عطية كان لديه رغبة في العودة بعد مراسم دفن والده للتواجد في مباراة الزمالك، لكن كولر رفض الأمر تماما ومنح اللاعب 3 أيام أجازة تقديرا لمشاعره. جميع خبراء التحكيم في القنوات التلفزيونية والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي يتفقون على تعرض الأهلي للظلم بسبب احتساب ركلة جزاء غير صحيحة وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي بنسبة 1,000,000% وطرد محمد عبد الغني.